إنكم يا شباب الجزائر، إنكم مستودع أحلامنا وآمالنا. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيبه. جزائري جزائري جزائري، مهما ذهبت بك الأيام إلى ألم كبير. جزائري جزائري جزائري، تضرب الأمثال في أسطورة. إنسان ينظر على يمينه وشماله ويصيب كل واحد يعتز بوطنه، كل واحد يعتز بأجداده ويعتز، وتصيب الشباب نتاعنا ضايع. ليه ضايع؟ ربي عطاك بلد من أحسن البلدان. ليه ضايع؟ لأن ربي عطاك بلد وشعب من أكبر الشعوب وأكثرهم شجاعة. ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا. يا شباب، يا شباب، يا شباب، ما أنتمش أي شباب، ما أنتمش أي شباب، أنتم شباب الجزائر وما أدراك من الجزائر، شباب الجزائر. كانت البلد تحترق، كانت البلد تحترق تحت كيد الإرهاب، كانت البلد تحترق، وبالمرقة تبكي كل الجزائريين وهي ترفع العلم الجزائري. هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر. كانت البلد تحترق، تحترق تحت نير الإرهاب اللي هو أمخت من الاستعمار، أمقت بالاستعمار من كثير. وكان نور الدين المرسل ينزل الدموع للأمهات والبنين والجزائر الجروح. موج من الألم، من الاعتزاز، من الفخر. ما زال الجزائري رفع الإعلام، ما زال الجزائري رفع الإعلام، ما زال الجزائري رفع الإعلام. 99 كانوا يقولوا لي نكملوا العهدة هذه ب 750 800 ألف طالب. قلت لهم نفوتوا المليون. وزير التعليم العالي خايف، قلت له نفوتوا المليون، خذ حسابك من الآن. الآن احنا في 1,100,000 ألف. هذا ويسرني أن أعلن أن المنح الجامعية سترفع اعتبار من الدخول الجامعي المقبل بنسبة 50%. يقول قائل ما دام رفعت علاش ما تبداش من الآن؟ نقول قانونيا ماهوش مقبول، قانونيا مش مقبول لأن ما دخلش في الميزان نتاع السنة هذه. لابد في الميزان نتاع جوان ندخلوا هذا ال 50% اللي ضفناها. لكن الآن خرجت كرصاصة تاع البارود. بغيتوا تنتخبوا معايا ولا ضدي، اللي يجي لابد أن باش يطبقها.
معليش احنا نحبوا نشوفوكم، احنا كما الأولاد نحبوا نشوفوكم توصلوا وحنا نفرحوا بكم كما الآباء. الآب ما يحب يكون حتى واحد خير منه أبدا، ولكن يحب أن ولده يكون خير منه. نحن في وضع لا ندين فيه ولا نستدين، لا ندين فيه ولا نستدين. وانتبهت أنني وأنا أتكلم عن الديون الخارجية شفت بأن بعض المواطنين ما فهموش. المديونية القديمة تخلصنا منها، ال5 ملايير هذه اللي نتكلم عليها الآن، هذه الجديدة اللي دخلت في العشرية الأخيرة جاءت من خلال اقتصاد السوق والمؤسسات الخاصة. هذا الديون الجديدة هذه ال5 ملايير، لكن نحب نتخلص بها، عندنا إمكانيات نتخلص بها بناء في 24 ساعة، 24 ساعة نتخلص منها. ولكن مهما اتخذنا من إجراءات فنبقى في التابعين، واستقلالنا مرهون بعلاقتنا مع الخارج. ونتحدثت الفلاحين عن استقلالنا الغذائي، وأنتم جزائر الغد لا بد أن تفهموا بأن استقلالنا مرهون باستقلال الجميع. بكل صراحة والوضع على ما هو عليه. هل تنتظرون مني أن أتي بعمال من آسيا أو أمريكا اللاتينية؟ يعني صراحة إذا ما بناش بلادنا ما نبنيوها إلا بالصينيين، فهناك أنشطة عديدة تتطلب مناصب شغل يدوي ومن مهن قاعدية من مستوى العامل البسيط أو المؤهل لدعم مناصب التأطير. هناك قطاعات تتيح إمكانيات تشغيل كبيرة لليد العاملة من المستوى التنفيذي. ذلكم هو الحال بالنسبة للصناعة التقليدية، ذلكم هو الحال بالنسبة للبناء، ذلكم هو الحال بالنسبة للأشغال العمومية، ذلكم هو الحال بالنسبة للري، ذلكم هو الحال بالنسبة للفلاحة، ذلكم هو الحال بالنسبة للغابات، ذلكم هو الحال بالنسبة للصيد وموارد الصيد. ميادين كثيرة جدا موجودة للشباب الجزائري. يعني صراحة نفرغ قلبي، فرغ قلبي. فيه شباب في نواحي، فيه شباب في نواحي قال تفضل ها الشغل موجود، ها شركة، ها 2 3 في البناء أو فلاحة أو أشغال العمومية. قال لا باغي نخدم أنا في الإدارة. يا عمي واش باغي تخدم في الإدارة أنت ما عندك أي مؤهلات؟ قال معليش ديرني بلانطو. أصاحبي دروك هاد البلاد يبنيوها غير البلانطوات. وقال بلانطو ماذا بك تخدمني غير في الليل. هذا الموضوع لابد نتكلموا فيه، ولابد نغسلوا نفوسنا من شيء من الحرج، لأن الإنسان هو يتكلم عليه كأنه يقول للناس خليوا الجامعة ما تقراوش وروحوا تعلموا مهنة. لا، فيه ناس ما قراوش موجودين في الساحة أنهم ما قراوش. لا بد يا إخوان نتساعدوا على مشاكل بلادنا، هي خطيرة جدا. ربما المسؤول يكون في حرج لكن كلكم مسؤول عن المجتمع نتاعكم، كلكم عندكم شبيبة، وربما الصوت نتاعكم يكون مسموع عند الشبيبة أكثر من صوت المسؤول.